مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، مبروك لمجلس ادارته على البطوله المحببه والمفضله لدى عشاق الشياطين الحمر. ولما لا نعشق النادي الاهلي، ولما لا نحب النادي الاهلي؟ طول عمره مفرحنا. النهارده بعد هزيمه بيراميدز على يد سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بيتوج النادي الاهلي بالبطوله 43، وتضاف لانجازات النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعبيه والجهاز الفني بقياده مارسيل كولر المدير الفني الكفء. مارسيل كولر اللي بالفعل يستحق من كل جماهير النادي الاهلي تشجيع ومسانده ومؤازره، لان في خلال اقل من سنه مارسيل كولر بيحصد مع النادي الاهلي 5 بطولات. مارسيل كولر بيثبت كمان انه من افضل وانجح مدربين جم مش النادي الاهلي بس لكن الدوري المصري. مارسيل كولر اعاد تدوير لاعبي النادي الاهلي، اعاد ترتيب البيت الاهلاوي، وبالفعل النهارده مارسيل كولر يستحق زي ما قلت لحضراتكم كل تقدير واحترام وكل مؤازره ومسانده. بغض النظر عن مباراه يوم الخميس الاهلي والزمالك، فدي قمه مصريه اخرى، لكن النهارده جماهير الاهلي في كل مكان في مصر فرحانه طبعا بفريقها، وليه ما تفرحش؟ وفريقها النهارده بيحصل على البطوله 43 للدوري المصري الممتاز لكره القدم. ليه ما تفرحش جماهير الاهلي وهي عندها فرقه بالفعل تستحق ان احنا نقف وراهم ونشجعهم؟ فرقه لعبت كاس عالم، خدت 3 كاس عالم البرونزيه، فرقه حصلت على البطوله الافريقيه من قلب كازابلانكا من المغرب، النهارده كمان بطوله الدوري المصري الممتاز. فرقه من افضل الفرق بالفعل المصريه. الجيل ده بالفعل يستحق كل مسانده وحب من عشاق الشياطين الحمر النادي الاهلي. النهارده بالفعل كان لازم النهارده جماهير الاهلي النهارده على السوشيال ميديا مظاهره حب للاعبي النادي الاهلي. النهارده موضوع فوز النادي الاهلي بالدوري المصري غطى شويه على انتقال امام عاشور او صفقه انتقال امام عاشور على جماهير النادي الاهلي، لكن الصفقات قادمه زي ما قال كابتن محمود الخطيب، وقال ان النادي الاهلي هيحصل فيه تدعيمات قويه في الفتره القادمه. لكن كمان ما ننساش دور مجلس الاداره وثقه الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته في مارسيل كولر واللاعبين. ما ننساش مؤازره جماهير النادي الاهلي اللي كانت وراه في كل مكان. يوم الخميس هيكون لنا لقاء مفصل عن مباراه الاهلي والزمالك والدوري المصري الممتاز. مبروك مره ثانيه وثالثه لعشاق الشياطين الحمر، النادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي الكبير، ولا في غيره فرحني. ازاي ما افرحش وانا بشجع النادي الاهلي؟ حضراتكم دايما بدعميه على قناتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك وانستجرام وتيك توك واليوتيوب. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله.